هلو يا فنانين، ازيكم؟ انا اسراء. دلوقتي بتشوفوا حلقه كل يوم حد سكتش من 3 ل 5 دقايق. السكتش ده هيكون سريع زي ما انتم شايفين كده، كويك سكتش، بس هيساعدنا كتير ان احنا نكسر الحاجز بيننا وبين رسم اي عنصر من العناصر اللي موجوده في الحياه. ومش بس هنرسم ستيل لايف، لا احنا هنعمل كمان بورتريهات ورسم الاجزاء الملامح وفيجرز وحاجات كتيره قوي. السكتشات دي هتكون كل يوم حد الساعه 7:30 مساء بتوقيت السعوديه. يا رب يا رب الفيديوز دي تعجبكم وتستفادوا منها. ما تنسوش شاركوني الريزلتس اللي انتوا هتوصلوا لها اول باول على انستجرام @isra_art_studio من غير سبيس بين اي كلمه والتانيه. هحط لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. ركزوا كده دايما ازاي نقدر نشتغل على كل عنصر من العناصر، وازاي نقدر نبسطها بسكتش سريع من غير ما اغير درجات الاقلام، من غير ما العب كتير في التفاصيل. حاولوا ان انتوا تختاروا درجه قلم مثلا 3B هتكون كويسه، 4B، وتبداوا تشتغلوا على طول. في ناس بتشتغل بالاحبار، هخليكم برضو تشتغلوا معايا باقلام حبر، ونشوف ازاي نقدر نعمل سكتش لعناصر او سكتشات كتيرة لعناصر مختلفة في 3 ل 5 دقايق بس. يعني السكتشات هتكون سريعة. انتوا عايزين بقى تبطئوا الفيديو، عايزين تسرعوه اكتر، عيشوا حياتكم. المهم ان احنا السكتشات دي هتكون سريعة عشان تكسر الحاجز اللي بيننا وبين الورقة البيضاء اللي بتكون فاضية خالص، ما فيهاش اي تفاصيل، ما فيهاش اي حاجة تدل على اي حاجة. في ناس كتير قوي بتخاف من السكتشات البيضاء دي ومش بتعرف تشتغل عليها. فاحنا هنشتغل وهنكسر الحاجز اللي بيننا وبينها. السكتشات دي كمان هتساعدنا كتير قوي في ان احنا نحل مشكله الاورت بلوك. يلا بينا نشتغل عليها واستمتعوا معايا بالسكتشز دي وانقلوا. يلا بقى بينا، وهنتعلم كمان ازاي نعمل اشكال سيمتريه، وايه هي اصلا فكره الشكل السيمتري، طرق مختلفه للتظليل في سكتشات سريعه وكمان في سكتشات صغيره بتفاصيل واقعيه اكتر. استنونا بقى في فيديو تانية كل يوم حد الساعه 7:30 توقيت السعوديه. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتعملوا طبعا الجرس بتاع القناه عشان يجيلكم نوتيفيكيشنز بقى، ويوصل لكم كل الفيديوز دي اول باول. اول ما تنزل توصل لكم على طول. من 3 ل 5 دقايق تكونوا مخلصين سكتش. عايزين ايه اكتر من كده؟ تدريبات مهمه جدا وهتفرق معانا جدا جدا. انا وانتوا هنتدرب. فيلا بقى نعملها تحدي كده. وما تنسوش برده شاركوني الريزلتس بتاعتكم على انستجرام او على الايميل isra_zaki_art@gmail.com. اوكي، اشوفكم على خير يا فنانين. يلا بينا نبدا.